يا مساء الروقان على أجمل الجميلات، وحشتوني. النهاردة قلبي فرحان وحاسة بطاقة حب عاوزة أعديكم بيها. النهاردة مش دردشة عادية، النهاردة هنعرف ازاي تكوني حقيقية في عالم غرقان فلاتر، وازاي تبني إمبراطوريتك الخاصة، تستثمري في نفسك صح. عارفة إنه في ضلمة جوانا مواقف بتضايقنا، بس النور اللي جوانا أقوى بكتير من أي حد يحاول يهزه. من الآخر كده، هاتي كوباية القهوة بتاعتك وتعالي نقعد نحكي بكل صراحة. عارفين في لحظات معينة كده في حياة كل واحدة فينا بتبص حواليها وتقول أنا بعمل إيه في حياتي؟ أنا رايحة على فين؟ يمكن السؤال الأهم، أنا بعمل ده كله علشان مين؟ اللحظة دي مش ضعف، اللحظة دي بداية وعي، لأنه الحقيقة اللي محدش بيقولها بصراحة كفاية إنه محدش هيبني حياتك غيرك، محدش هيجي في يوم ويقولك اتفضلي دي حياتك اللي كنتي تستحقيها. علشان كده فكرة إمبراطوريتك الشخصية مش مبالغة، هي مسؤوليتك. إمبراطوريتك مش قصر ولا فلوس، إمبراطوريتك هي نفسك، عقلك، مشاعرك، قراراتك، والاختيارات اللي بتعمليها كل يوم حتى لو صغيرة. كل قرار بتاخديه، كل حد بتسمحيله يقرب، كل فكرة بتصدقيها عن نفسك، كل ده بيبني أو بيهدم إمبراطوريتك دي. خليني أقولك حاجة مهمة، في فرق كبير بين واحدة عايشة وخلاص وواحدة بتبني نفسها. اللي بتبني نفسها بتبقى واعية حتى وهي تايهة شوية، حتى وهي بتغلط لكنها بتتعلم. لكن اللي عايشة وخلاص بتسيب الحياة تاخدها في أي اتجاه. طيب نبدأ منين؟ أول خطوة في بناء نفسك إنك تعترفي إنك تستاهلي حياة أحسن. يمكن دي تبان بسيطة، بس صدقيني في ناس كتير عايشة وهي من جواها مش مصدقة إنها تستاهل حياة أحسن، طول الوقت حاسة إنها أقل، وإن الفرص مش ليها، أو إن النجاح لناس تانية. الإيمان ده هو الأساس، لأنك طول ما انت شايفة نفسك قليلة هتقبلي بالقليل. تاني خطوة إنك تبدأي تستثمري في نفسك بجد. الاستثمار هنا مش فلوس، ده وقت، طاقة، تركيز. يعني إيه؟ يعني بدل ما تقضي وقتك كله في مقارنة نفسك بغيرك، استثمري الوقت ده في إنك تتعلمي حاجة، تطوري مهارة، تفهمي نفسك أكتر. كل ساعة بتقضيها في تطوير نفسك هي حجر أساس في إمبراطوريتك انت. تالت حاجة، اختياراتك. الناس اللي حواليكي ليهم تأثير قوي جدا عليكي. البيئة ممكن ترفعك وممكن تكسرك. البنت اللي بتبني نفسها بتختار كويس، مش أي حد يدخل حياتها، مش أي كلام تسمعه، لأنها فاهمة إن عقلها وطاقتها مساحتها الخاصة اللي لازم تحميها. رابع حاجة، الانضباط مش الحماس، لأن الحماس بيجي ويروح، لكن الانضباط هو اللي بيكمل. إنك حتى في الأيام اللي مش حابة تعملي حاجة، لأ لازم تقاومي وتعمليها، مش علشان حد، لأ علشان نفسك. خامس حاجة، الصبر، لأن بناء نفسك مش بيحصل في يوم وليلة. هتقعي، هتغلطي، هتزهقي، بس كل مرة ترجعي فيها انتي بتقوي نفسك أكتر. في نقطة مهمة جدا، بلاش تستعجلي النتيجة، لأن أكبر غلطة بنعملها إننا بنقيس نفسنا بحد تاني. كل واحدة ليها وقتها، طريقها، ورحلتها. وفي النهاية خليكي فاكرة انتي مش محتاجة حد ينقذك، انتي محتاجة تؤمني بنفسك. كل مرة تختاري نفسك، كل مرة تقولي أنا أستاهل، كل مرة تقومي بعد ما تقعي، انتي كده بتبني إمبراطوريتك. وبس كده يا جميلات، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم.